من دي، بس المسألة ببساطة للي عايز يصدق. أولا أنا قدام عيني طول الوقت إن اللحظة دي 3/4 بتاع ربنا. ليه؟ لأن هو اللي قال على لسانه في كتابه المقدس في القرآن الكريم إن البلد دي في رباط إلى يوم الدين. يا دين النبي، ايه الحلاوة دي؟ عظمة على عظمة يا ست. 3/4 بتاع ربنا. ليه؟ لأن هو اللي قال على لسانه في كتابه المقدس في القرآن الكريم إن البلد دي في رباط إلى يوم الدين. المسألة محسومة، ولا ليه دايما بتسيبوا نفسكوا للإذاعات اللي تشوشكوا، لمصادر التشويش؟ إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ هل صبئت عن دين آلهتنا واتبعت الدين الجديد؟ لأذبحنك ذبح البعير. خسيت، شلت يداك، سكلتك بنت عمة أمة اللي جابت أمك. لأن هو اللي قال على لسانه في كتابه المقدس في القرآن الكريم إن البلد دي في رباط إلى يوم يا فندم انا هقول تعال تعال، انا مش هضربه، انا بس هفهمه. ما انا عارفه مش هيفهم كده يبقى اضربه بقى. يا نهار اسود. هو